Bienvenue mes élèves de la première année du secondaire. J'espère que vous allez très bien. أهلا بكم ولادي ولاد الطلبة في الصف الأول الثانوي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وأحسن. النهارده إن شاء الله معادنا مع شرح الجزء الثاني من قواعد الدرس الثاني من الوحدة الرابعة أولى ثانوي ترم ثاني 2022. خلصنا المرة اللي فاتت الجزء الأول. النهارده بقى نبدأ، وكان درس لطيف جدا وما كانش كتير. النهارده كمان برضو معلومات الدرس او الجزء الثاني النهارده هي زي اللي انتم شايفينها بس النهارده قدامكم، اللي هي بعنوان لانيجاسيون النفي. من غير كلام كتير يلا بنبدا على بركه الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. درس النهارده اسمه لانيجاسيون النفي. النفي ده اللي هو يكون عندي جمله مثبته عايز انفي. طيب ادوات النفي لازم تكون عارفها، اللي هي النو والبا. النو او النو ابوستل. طب النو دي امام اسم امام فعل يبدا بحرف ساكن، اما الان ابوستل امام فعل يبدا بحرف متحرك. طيب وضع ادوات الاستفهام او النفي دي، طرفي النفي دول وضعهم ايه؟ بيقول لك انت عشان تنفي جمله مثبته لابد من ان انت تحط الفعل بين طرفين. دي القاعده. الفعل هيكون ما بين النو والفا او الان ابوستروف والفا. قلنا النو يبقى بعديها فعل يبدا بحرف ساكن، الان ابوستروف فعل يبدا بحرف متحرك. تكوين الجمله ايه؟ فاعل وفعل مفعول. الفعل اللي في الجمله هو ده اللي هيتحط ما بين النو والفا، سواء كان فعل يبدا بحرف ساكن يبقى نحط نو، يبدا بحرف متحرك يبقى انا ابوستروف. خد المثال: الي جراند. الي جراند وعلامه استفهام، معناها الجمله الاستفهاميه ده قبل كده. هل هي كبيره؟ الاجابه نو. عشان انفي لازم اقول لا. ال ني با جراند. ايه اللي حصل هنا؟ انا خدت بالازرق اهو الان ابوستروف. ليه؟ لان الفعل في الجمله فيربات يبدا بحرف متحرك او تصريف فيربات معاه، يبقى خدت ان ابوستروف مع وفا بعد، يبقى اني با جراند هي مش كبيره، ليست كبيره. خلاص كده، ده ببساطه وهباله الايه القصه بتاعت النفي. تعالى بقى للتريكات. عندي 1 2 تريك او اللي هي الملاحظات. بيقول لك لما يكون في الفعل لما يكون في فعلين في جمله انتوا عارفين الفعلين المتتابعين اللي خدناهم، قلنا فعل بيكون متصرف والثاني بيكون مصدر. يبقى لو كان في فعلين متتابعين في جمله، واحد متصرف والثاني ايه، في النفي بنعمل ايه؟ الفعل اللي متصرف هو اللي بنحطه بين طرفين، يبقى يوضع الفعل الاول المصرف بين طرفين. زي المثال ده: Tu aimes regarder la télévision. جمله استفهاميه برضه. هل انت تحب مشاهده التلفزيون؟ هتقول لا طبعا. النفي: لا انا لا احب مشاهده التلفزيون. طب فين الفعل المصرف وفين الفعل المصدر؟ فيرب ايمي الفعل المصرف مع تو، ويجاردي نازل مصدر. يبقى الفعل المصرف ده الله ده بيبدا بحرف متحرك، يبقى تكتير يبقى تاخد بالك انه طالما بيبدا بحرف متحرك يبقى ياخد معاه هنا بوست. نو جو نيم. الله ايه جو دي جت منين؟ اقول لك الله هو بيسالك سؤال في المخاطب، هترد بالمخاطب برضه. يعني لما يقول لك هل انت تحب مشاهده التلفزيون هتقول له نعم انت تحب او لا انت تحب؟ لا، هترد بالمتكاتف. يبقى لما يسالك في المخاطب ترد بجو. تو انت، جو انا، ترد بالمتكلم بقى بلسانك. انا لا احب مشاهده التلفزيون. نو جو نيم با ريغاردي لا تلفزيون. خلاص، يبقى ده في الحاله الاولانيه وجود فعلين متتابعين، واحد متصرف والثاني مصدر، والمتصرف هو اللي بيجي بين طرفين. طيب 2 بيقول لك ادوات النكره، فاكرهم؟ ادوات النكره دي لو اتوجدت في الجمله المثبته وبيقول لك ان فيها، يبقى هذه ادوات النكره تتحول الى دو او دي ابوستروف. يبقى كل ادوات النكره اللي هي الان والان والدي يتحولوا الى دو او دو ابوستروف في حاله التكتير. خد بالك، خد المثال: Tu as une sœur. هل انت لديك اخت؟
هل انت لديك اخت؟ هتقول له ايه؟ لا، انا ليس لدي اخت. برضه ذاك في المخاطب تديله في المتكلم. سالك في مخاطب ترد عليه المتكلم. طب ايه اللي حصل هنا؟ الله، ده فيرب ايه ده؟ فيرب افوار، بيبدا بحرف متحرك ولا ساكن؟ متحرك، احنا فصل. ادي الادوات، اداه النكره اون. يبقى نون جو ني با، يبقى حطيت الفعل ما بين النو والبا اهو، والاون تحولت الى دو وكملت الجمله. اللي بعدها tu as un oncle؟ هل لديك عم؟ نو جو ني با دونك، لا ليس لدي عم. يبقى فعلا الان تحولت الى الله، دي ابوستروف. الثانيه دي ايوه، ما انا جايب لك يا ابني اسم يبدا بحرف متحرك، فبالتالي مش هينفع معاه دو، ينفع معاه دي ابوستروف. يبقى هل لديك عم؟ ليس، لا ليس لدي عم. برضه سالني في المخاطب جاوبت بالمتكلم. طيب يبقى خلاص كده، يبقى ادوات النكره تيجي في الجمله يحصل ايه؟ تتحول الى دو او دو ابوستروف. ما عدا ايه بقى؟ ايوه، يبقى القاعده بتقول لي ادوات النكره يتحولوا الى دو او دو ابوستروف الا اذا. يا سلام، خد بالك من الا اذا دي بقى، لان هي دي بقى اللي ايه؟ الكمين اللي بيجي في الامتحان. لو وجد فيرب يمنع التحويل، يبقى تحويل ادوات النكره الى دو او دو ابوستروف. طب ايه اللي يمنع التحويل؟ خدها بالطريقه دي. منع التحويل حتى بوجود الادوات النكره، ان يبقى فعل الجمله فيرب، يبقى موانع التحويل وجود فيرب اتر في الجمله كفعل الجمله. زي المثال ده، ce sont des amis de lycée. هل هؤلاء اصدقاء المدرسه؟ هتقول لي لا، ليسوا، هؤلاء ليسوا اصدقاء المدرسه. ايه اللي حصل هنا؟ des amis نزلت زي ما هي. ليه؟ لان فيرب اتر موجود في الجمله، وفيرب اتر لو وجد في الجمله رغم وجود ادوات النكره يمنع التحويل. طب اي فيرب تاني غير اتر لابد من التحويل من الاخر. يبقى خدها كده اول تركه، وجود فعلين متتابعين، واحد متصرف والتاني مصدر، يبقى المتصرف هو اللي هتحط ما بين طرفين. اما اذا كان وجود ادوات نكره في الجمله تحول ادوات النكره الى دو او دو ابوستروف. طب ايه اللي يمنع التحويل حتى في وجود ادوات النكره؟ وجود فيرب. ده باختصار كده. بص لخصته لك ازاي في مينيت. في حاجه ثانيه هناخدها النهارده؟ لا، هو ده. يا سلام، بجد والله، والله زي ما بقول لك كده، هو ده الكلام. في اي اضافه، في اي معلومات؟ انا مش عايزك تعرف اكتر. الفيديو ما جابش 10 دقايق، هتسمع الدرس مره واثنين هيلزق في دماغك، مش هيطلع ولا بالتفصيل. وبكده نكون انتهيت من شرح درس النهارده، على ان نشوفكم ان شاء الله والقاكم في درس جديد، فيديو جديد. ابيض